اهلا بيكم معانا في قناة أكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم خبز التميس اللي حضراتكم شايفينه ده. طعمه لذيذ جدا وطريقته جديدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول. أول حاجة هنحتاج ايه؟ هنحتاج 3 كوبايات مية. أنا هنا مستخدمة مية دافية. 3 كوبايات لبن. معلقتين من السكر. معلقتين خميرة. وهنقلب كل ده مع بعض عشان نحاول ندوب الخميرة، وبنسيبها ربع ساعة متغطية لحد ما الخميرة تبدأ تشتغل. الخميرة هنا بدأت تشتغل. هنحط عليها 8 كوبايات دقيق. أنا بستخدم دقيق متعدد الاستخدامات. ضيف 3 معالق ملح. طبعا العيش ده طعمه حلو قوي وجديد، طريقته جديدة، طعمه لذيذ جدا. هنضيف نص كوباية زيت. هنبدأ نقلب كده ونعجن، طبعا بالإيد عادي، مش محتاجين عجان. محتاجين نضيف نص كوباية دقيق. ونكمل عجن عادي. شايفين؟ هو ده القوام اللي انا محتاجاه. هنغطيه ونيجي كده بعد ساعة ونشوف اخباره ايه. شايفين خمر ازاي؟ هنرش رشة دقيق كده ونبدأ بقى ايه، نشكل في العجينة. طبعا نجيب الصينية وندهنها بالدقيق كده او نرشها بالدقيق. تشكيل العيش ده هو اهم حاجة فيه.
هنبدأ نعمل كور كده على حسب الحجم اللي احنا محتاجينه. ندهن ايدينا بالدقيق طبعا عشان ميلزقش في ايدينا. هو صعب تشكيله شوية لكن النتيجة بتاعته ممتازة. طبعا لما دهنا ايدينا بالمية بتبقى الطريقة التقطيع بتاعه اسهل من الدقيق كمان. خلصنا الكمية كلها، هنغطيها ونسيبها 10 دقايق لحد ما ترتفع تاني. على ورقة زبدة بقى عشان ده بيلزق طبعا. هناخد كورة من الكور اللي هي اتخمرت عندنا، بس بعد ما ندهن ورق الزبدة نرش عليه شوية دقيق، نحط الكورة كده واتفرجوا بقى على طريقة فرده. برضو ايدينا مبلولة مية ونبدأ نفرده كده، مش محتاج اي حاجة. هنفرده على قد ما نقدر. نخرم بقى بالشوكة كده عشان ما يقبش. وبعدين هنعمل ايه؟ هنرش عليه اي حاجة احنا بنحبها، سمسم، حبة بركة، زي ما احنا عاوزين. وندخله الفرن على درجة حرارة 260 لمدة يا دوبك 7 دقايق. هنعمل واحد كمان بنفس الطريقة.
شوفوا بقى الجمال والحلاوة والطعامة، طعمه حلو قد ايه وشكله روعة وكريسبي كده وطري في نفس الوقت. شايفين شكله حلو ازاي؟ شايفين من ورا متحمر كل حاجة. طريقته سهلة، جربوها وقولولي رأيكم ايه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وسيبولي تعليقاتكم. اشوفكم في أكلة جديدة. مع السلامة.